إخواني أخواتي، مرحبا بكم. ما الذي قد يدفع دولة إلى تجريم إهدار الماء؟ في المغرب لم يعد الأمر مجرد دعوة إلى الترشيد، بل خطوة قانونية قد تحول التبذير إلى جريمة يعاقب عليها القانون. في وقت يعيش فيه المغرب واحدة من أصعب فتراته من حيث ندرة المياه، لم تعد التحذيرات وحدها كافية. السدود تسجل مستويات مقلقة، والطلب على الماء في تزايد مستمر، بينما الواقع يفرض قرارات أكثر صرامة من أي وقت مضى. ووسط هذا الوضع خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريح لافت داخل قبة البرلمان، تصريح يحمل رسالة واضحة: الماء لم يعد مجرد ثروة عادية، بل هو ثروة يجب حمايتها بالقانون. الوزير أعلن عن توجه حكومي حازم يقضي بتجريم إهدار الماء ضمن مشروع القانون الجنائي المرتقب. بمعنى آخر، كل من يثبت في حقه تبذير هذه المادة الحيوية بشكل متعمد قد يواجه عقوبات قانونية. وهذا التوجه إخواني أخواتي يعكس تحولا عميقا في طريقة التعامل مع الماء داخل المغرب، من مورد متاح إلى مادة ثمينة لا تقبل العبث. فالرهان اليوم لا يتعلق فقط بالحاضر، بل بمستقبل أجيال كاملة قد تجد نفسها أمام أزمة مالية حقيقية إذا استمر الاستنزاف بنفس الوتيرة. لكن رغم أهمية هذا التوجه، فإن الطريق نحو تطبيقه ليس مفروشا بالورود. فمشروع القانون الجنائي الذي يفترض أن يتضمن هذه الإجراءات لا يزال يواجه عراقيل كبيرة. وزير العدل كشف عن وجود خلافات عميقة مرتبطة بالرؤى والخلفيات الإيديولوجية، مما يجعل إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ أمرا معقدا في الوقت الحالي. بل وأكثر من ذلك، أكد الوزير أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها وتنازلات لا يمكن تقديمها، في إشارة واضحة إلى حجم التباين داخل النقاش الدائر حول هذا النص التشريعي. إخواني أخواتي، بين الحاجة الملحة لحماية الموارد المائية وخلافات التي تعرقل إخراج القانون، يبقى السؤال مطروحا: هل سيتحول إهدار الماء فعلا إلى جريمة يعاقب عليها القانون في المغرب، أم أن هذه الخطوة ستظل معلقة في انتظار توافق لم يحن وقته بعد؟ شاركونا آراءكم. هل تؤيدون تجريم إهدار الماء، أم ترون أن الحل يكمن في التوعية بدل العقوبات؟ ولا تنسوا الاشتراك لمتابعة أهم القضايا والأخبار التي تهمكم من قلب الواقع.